هو احنا ليه لحد دلوقتي اكتشفنا 5% بس من البحار والمحيطات؟ اسمع القصة. الضغط العالي والظروف القاسية في المحيط بتخلي الموضوع صعب ومكلف جدا، ومع ذلك التقدم التكنولوجي ساعدنا كتير، بس لسه في تحديات زي التكلفة العالية والمخاطر. كمان المحيطات واسعة جدا، اكتر من 70% من مساحة الارض، فده محتاج وقت كبير وموارد ضخمة. هتقولي طب ايه هي التقنيات التكنولوجية اللي احنا بنستخدمها؟ سؤال جميل يا صديقي، سؤال جميل ويعجبني ذكائك. عندك الغواصات العميقة والروبوتات الغاطسة اللي بتقدر توصل لأكتر من 10,000 كيلو تحت المية، وأنظمة السونار اللي بتقدر تعمل مسح لقاع المحيط وترسم كمان خرايط ليه. اكتشاف الفضاء أسهل بكتير في بعض الجوانب زي استخدام التلسكوب والأقمار الصناعية، لكن المحيطات أصعب زي ما قلت لك بسبب الضغط العالي والظروف القاسية والظلام الدامس. وعلى فكرة احنا اكتشفنا نسبة كبيرة من الفضاء بس القريب زي الكواكب والمجموعة الشمسية والأقمار، إنما الفضاء الشاسع لسه كتير. فالموضوع بالنسبة للمحيطات محتاج وقت وتكلفة عالية جدا. تفتكر في كائنات أسطورية وكبيرة تحت، وتفتكر في نقط أعمق من خندق ماريانا؟ قولولي في التعليقات.